مين المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وايه هي المميزات اللي خلت اداره النادي الاهلي تتعاقد معاه رغم ان السي في بتاعه مش احسن حاجه؟ اقول لك انا بقى. ده خوسيه ريفيرو، المدير الفني الاسباني صاحب ال 47 سنه، المدير الفني السابق لفريق اورلاندو بايرتس. لعب معاهم في الدوري 23 ماتش، كسب 17 ماتش، اتعادل ماتش واحد، وخسر 5 ماتشات. سجل معاهم في الدوري 36 هدف، ودخل مرماه 17 جون في ال 23 ماتش. وفي دوري ابطال افريقيا صعد بيهم مركز اول في مجموعه كان فيها النادي الاهلي وشباب بلوزداد الجزائر. ده غير انه كسب بالنادي الاهلي في القاهره بعيدا عن مستوى التحكيم في الماتش ده. ما تعرضش لاي هزيمه في دوري ابطال افريقيا السنه دي. لعب 6 ماتشات، كسب 4 ماتشات وتعادل ماتشين، وصعد اول مجموعته. وهرجع اقول لك تاني وافتكر، في مجموعه كان فيها النادي الاهلي. كسب مولودية الجزائر في الجزائر وجنوب افريقيا وصعد لدور الثمانيه، بس طلع من دور الثمانيه لما خسر من بيراميدز، وبيراميدز صعدت للنهائي على حسابه. اتمنى في النهايه يكون اختيار موفق من اداره النادي الاهلي. وهرجع اقول لك تاني، ما تحكمش على المدير الفني من السي في بتاعه، لان في امثله كبيره جدا لمديرين فنيين جم من النادي الاهلي وجابوا بطولات وعملوا انجازات، والسي في بتاعهم ما كانش احسن حاجه. سلام.